التصريحات الجهنمية اللولبية الاستعراضية للكابتن حسام حسن. الربع مدرب، بلاش ربع، والله ربع كتير عليك. انت تمن مدرب او انت زيرو مدرب. في مدرب محترم، في مدير فني محترم، مهما كانت قناعاته او وجهة نظره او حتى الراحة النفسية اللي بينه وبين اللعيب بتاعه، راس الحربة الوحيد اللي في مصر حاليا اللي شبه يعني واقف على رجله. مع احترامي لاي راس حربة جوه مصر، ومفيش غيره محترف بره، سنتر فيرود، راس حربة صريح، مفيش غيره بره مصر. وجوه مصر يعني رؤوس الحربة المتاحين او الجامدين مفيش. يعني انت بتقول ممكن يبقى صلاح محسن، ممكن يبقى اسامة فيصل بعد مصطفى محمد. انت عندك عقدة من محترفين ومن ايام محمد صلاح. فاكر لما محمد صلاح قبل ما انت بقى تمسك، وكنت انت بقى اللي قاعد في الاستوديوهات ساعتها وعمال تقول لو محمد صلاح عمل الموقف ده معايا انا مش هدخله المنتخب تاني، ورجعته زي منتخب زي لا مؤاخذه. ولما رحت اتصالحت معاه لا مؤاخذه ليه؟ لان ده محمد صلاح. انت كده هتعادي العالم كله، مصر شعبا وجماهيرا ومحلليلا وكل حاجه. انت كده بتعدي الناس كلها ليه؟ محمد صلاح ما تنفع تتكلم وتقول ربع كلمه عليه. فزي اللي مؤاخذه كده وطيت دماغك ورجعت في كلامك تاني وضمته معاك، وبيعمل اللي هو عايزه ويلعب بمزاجه ويلعب غصب عنه ويلعب زي ما هو عايز بمزاجه، وما تقدرش تفتح بقك معاه. ويجي لك وقت ما يجي، وما بيجيش وقت ما بحب ما هو ما يجيش. ليه؟ ما هو خلاص هو اللاعب، يعني هو راكبك، محمد صلاح راكبك. لكن بقى تعالى بقى يا عيني على مين؟ مصطفى محمد. مستواه مذبذب نوعا ما في الفريق بتاعه اللي هو نانت الفرنسي. مستواه مش قوي قوي، مش ثابت. انا يعني دي ماشي، مفيش مشكله، بس ستيل برضه هو احسن راس حربة في جمهورية مصر العربية موجود دلوقتي. هاتولي كده راس حربة مصري في الدوري المصري او محترف بره احسن من مصطفى محمد. مين؟ مفيش. هو احسن واحد في المكان ده. فانت مدرب محترم يطلع يقول على لعيبه قدام الناس، يعني لو انت فعلا انت شايفه ربع محترف او شايفه مستواه قليل قوي كده، الاحترام يقول لك ان انت بينك وبينه تقول اللي انت عايزه. حتى زمايله في الملعب وزمايله في اوضه اللبس ما يسمعكش، عشان ما تقلش منه، عشان ما تجرحوش. انت تيجي بقى قدام العالم كله تقول انا عندي محترفين وربع؟ ده انت اللي ربع. انت ربع تفكير، انت ربع دماغ، انت ربع شخصية، انت ربع فنيات، انت ربع في كل حاجة. ما جبتش النص حتى. لما يكون دي عقليتك. ومعلش يعني انا كنت لسه بكلم مع واحد صاحبي في الحتة دي في قبل الفيديو. محمد الشناوي، انا لغايه دلوقتي وجهة نظري هو لسه حارس مصر الاول. انا زملكاوي اهو، بس انا بقول محمد الشناوي حارس مصر الاول، فنيا وجسمانيا وخبره وكل حاجه. هو بيتفوق حتى لو بنسبه بسيطه عن اقرب منافس. يعني هو مثلا اللي ممكن يخش يدحر معاه شويه مين؟ احمد الشناوي ومحمد صبحي. احمد الشناوي بيراميدز ومحمد صبحي الزمالك. ماشي يا سيدي. انت العبقرينو والجوارديولا اللي جواك قال لك ايه؟ مصطفى شوبير احسن من محمد الشناوي ضربة الجزاء. ماشي، مفيش مشكله، اوكي انا معاك يا عم. شوبير احسن من الشناوي ضربة الجزاء. طب ما تديله الماتش من اوله. لو انت في دماغك كده ان انت ممكن توصل لضربات جزاء، طب ما تدي الواد ثقه. انت كده انت مش انت يعني انت مش خسران حاجه. حتى البطوله الوديه انت بتلعب فيها على ثالث ورابع، فخلاص. حتى يعني لو كنت مثلا بتلعب على اول وثاني
على انك تاخد البطوله، فهقول لك ماشي انت ميت قوي على البطوله. ليه؟ اصلا بطوله وديه وملهاش لازمه ومش هتذكر ولا هتضاف في اجنده دوليه ولا هتعلي الريت بتاعك بين الدول، ولا ليها اي عائد، ملهاش اي لازمه. ما تجرب، ما هو انت بتجرب جرب. حط يا اخي يا اخي مصطفى شوبير من اول الماتش عشان لما توصل لضربات جزاء يبقى هو موجود وجاهز. لكن ليه تلعب محمد الشناوي يحسسني ان انت بتلعب على نهائي كاس افريقيا وخلاص وصلت لنهائي ضربات الجزاء مع الكاميرون ولا السنغال، فانت هتحط بقى ايه اللي هيكسبك البطوله والروح وايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ بتقل منه ليه؟ عايز اعرف، انا هموت واعرف بتقل منه ليه. سيبه يكمل ضربة جزاء، هيعمل ايه مثلا؟ ايه اللي هيحصل؟ هنخسر بسببه مثلا؟ هو مش هيصد ولا ضربة جزاء، هنخسر يا عم، هنخسر يا عم، في ايه؟ لكن تهز كابتن وتهز لعيب بقيمة محمد الشناوي وتهزقه قدام الناس، دي تهزيقة. انت دي بتقل منه، دي كده انت بتقل منه، بتهزقه. حتى هو استغرب والناس كلها استغربت، اللي قاعدين بيتفرجوا اللي انت بتقول عليهم شعب مصر الاصيل والوطني واللي انا بلعب عشانهم، كلهم هم دول اللي بيشتموك على فكره، مش اللي قاعدين في الاستوديوهات. احنا اللي بننتقدك واحنا اللي بنشتمك، احنا الناس العاديين اللي احنا على قدنا في الكوره، احنا بنشتمك واحنا اللي بننتقدك. فانا بالنسبه لي تصرف غريب وحركه غريبه. يا عم مصطفى محمد برضو، انت مقتنع ان العيب في مصطفى محمد؟ يعني الخطه بتاعتك تمام والتكتيك بتاعك تمام والاستراتيجيه بتاعتك تمام في الملعب وجملك باينه دفاعيه وهجوميه، والعيب في التنفيذ؟ العيب في مصطفى محمد نفسه اللي كان واخد الملعب من اوله لاخره جري عشان يرجع يقطع لعب عشوائي. طبعا مصطفى محمد بيحاول يعمل اي حاجه، الولد بيرجع من ال 18 لل 18 بتاعنا، بيرجع يدافع اللي هو راس الحربه. بس هو يعني مفيش كده في الدنيا، مفيش كده، ما بيحصلش كده في العالم، مفيش فرقه بره بتعمل الكلام ده. في تنظيم، اللعيبه بتبقى قريبه من بعض، بس مش راس الحربه الاقيه سنتر باك. فدي قمه العشوائيه. فانت كده مدرب عشوائي وهتفضل طول عمرك عشوائي. انت بس مش فالح في حاجه واحده غير هي قله الادب، وانك تغلط في الناس على مستوى التصريحات، وانك تقعد تزعق وتحزق ووشك يحمر في الملعب وفي جوه اوضه اللبس وفي التدريب لسانك طويل على اللعيبه. انت ما بتعملش حاجه تانية غير كده. وطبعا ده انت مش انت هتفشل ومش هتنفع، لان انت بتدرب نجوم وبتدرب لعيبه محترمه ولعيبه كبيره. ما تقبلش ان هي تتشتم، ما تقبلش ان هي تزعق لها بالمنظر ده. انت ممكن تكون قوي الشخصيه وبالراحه تاخد قرار حاسم من غير ما تغلط في لعيب، من غير ما تزعق وتعلي صوتك ووشك يحمر، وممكن تقعد تتنطط كده شبه الكره الجلد وشخصيتك ضعيفه. اللعيبه مش هتحترمك، وفعلا هم ما بيحترمكش، لان انت هم اللعيبه نفسها بتبقى لعيب الكوره يا جماعه، لعيب الكوره صايع شايف المدرب ده اختياراته منطقيه ولا لا، بيدينا حاجه في الحصه التدريبيه ولا لا، ليه بصمه معانا ولا لا، عنده ولا ما عندهوش. فانت كده كده انت واقع من نظر اللعيبه كلها، فمفيش لعيبه هيحترمك ومفيش لعيبه هياخد قرار. عارف لو انت مدرب محترم وشخصيه قويه وشخصيه محترمه وعندك حاجه فكر وجيت غيرت الشناوي، مش هيستغرب، هيطلع ووشه في الارض ويسقف لشوبير وينزل. ده الشناوي عشان هو محترم شويه فطلع بالمنظر ده، عشان الشناوي اصلا يعني محترم اخلاقه كويسه. مصطفى محمد عشان ما يسلطش عليه الضوء اكتر من كده عمل عبيط وكان بيحاول ان هو ما يخرجش، لكن لما لقى ان خلاص الدنيا ما فيهاش مجال للهروب قام جاي لافف في وشه وخارج. انت بعد كده اللعيبه دي هتحط عليك وهتهزقك قدام الناس، عشان انت بتجبرهم يعملوا فيك كده. مش عايز اطول اكتر من كده في الكلام عن حسام حسن، عشان هو اصلا يعني بيحرق دمه ومستفز.
نشوفكم ان شاء الله في خلاص اليومين الجايين. الاهلي والزمالك هيلعبوا في افريقيا في الكونفدراليه ودوري الابطال. ان شاء الله هنحلل الماتشات وفي جوائز للماتشات اللي هيتوقع صح ان شاء الله. السلام عليكم.